بعد آخر فيديو نزّلته إحنا وصلنا ل100 مشترك، مش عارفة أقول إيه. عايزة أشكر كل الناس اللي تابعتني لحد دلوقتي، فبالمناسبة دي قررت إن هاعمل تحدي بمناسبة وصولنا ل100 مشترك، والتحدي هيكون فكرة شُفتها على الإنستجرام وهي تحدي عجلة الألوان، بس الفكرة هنا مختلفة شوية عن الفكرة اللي ممكن تكونوا شُفتوها في فيديوهات على اليوتيوب. عجلة الألوان دي بتتكوّن من 8 ألوان مختلفة، والمفروض إنك تلِف العجلة واللون اللي تُقف عليه ترسم شخصية وتلونها بألوان تتناسب مع اللون ده أو درجات منها. أنا already كنت شغالة في التحدي ده بقالي فترة وعملته بشخصيات الأنمي ورسمت لحد دلوقتي 5 شخصيات، بس ما كنتش بسجل فيديو للرسومات دي، فقررت إن الرسمة الجاية لازم يكون في فيديو معاكم. دلوقتي أنا بقيلي 3 ألوان، الأزرق والبرتقاني والبينك، فيلا نلف العجلة ونشوف الدور على أنهي لون. اللون اللي طلع هو اللون الأزرق وهو لوني المفضل. قعدت أفكر كتير بس ما كانش في أي شخصية في دماغي، فبعمل إيه بقى؟ بروح لصديقي جوجل واكتب blue haired anime characters، خليها ميل عشان برسم ميل بس دلوقتي. زي ما انتم شايفين كده أنا بنقي بلون الشعر لأن دي أسهل طريقة أشوف بيها كل الشخصيات اللي هتبقى مناسبة مع اللون اللي طلعلي. لكن على الرغم من كده برضو مفيش ولا شخصية عجبتني أو دخلت دماغي، وده لحد ما شفت انمي سولو ليفلينج وخصوصا الحلقة الخامسة والسادسة. الصفحة دي هي عبارة عن شوتات من الحلقتين دول بس، وهي كانت حرفيا العلامة اللي بتقولي ارسميني انا الشخصية المثالية للون ده. فقبل ما نبدأ الرسمة لو ما اشتركتش في القناة اشترك، ولو ما حطيتش لايك حط برضو واكتب لي كومنت قولي في ايه اكتر رسمة عجبتك من عجلة الالوان. طيب انا اخترت الصورة دي عشان تبقى ريفرنس لزاوية الوش والجسم وللشعر كمان. عجبني قوي قصة الشعر فيها لاني حسيت ان اللي في الانمي مملة شوية. زي ما فهمتكم في الشورت، زي ما بترسم لنفسك جايدز تمشي عليها في السكتش، ارسم برضو نفس الجايدز دي على الريفرنس. الخطوة دي بسيطة بس بجد بتفرق، هي ليها سحر ان انت بتبسط لنفسك الشكل الريفرنس مهما كان معقد ومهما كان فيه تفاصيل. الخطوة دي بتخلي الدنيا منظمة يعني سهل ان العين تقراها وتفهمها. كمان بتوريك لو في حاجة انت مش شايفها كويس، الجايدز دي بتوضح لك هي شكلها الحقيقي عامل ازاي. يعني انا مثلا قبل ما ارسم الجايدز دي كنت فاكرة ان الوش مقسوم نصين بالتساوي، لكن طلع ان هو تلتين شوية صغيرة يعني. كده خلصت رسم وضعية الجسم وهبدأ في الشعر. هعمل الهير لاين كده، وبما ان الشعر مقسوم من الجنب فانا هحددها بنقطة هنا، وهعمل زي اوتلاين كده للشعر من بره، واحدد برضو القصة من غير تفاصيل كتير. يعني انا بس بحدد بس الشكل الشعر هيكون عامل ازاي ومقسوم ازاي، لكن مش هحط تفاصيل كتير دلوقتي. بعد كده هبدأ أحدد الملامح ومكان كل حاجة، المناخير البق الحواجب، واخلي العين في الآخر خالص. غالبا ان انا مش هرسمها زي الريفرنس هنا، انا عايزة اخليها اضيق شوية. شكل الهودي ده ما كانش عاجبني فهبدله بالجاكيت اللي هو كان لابسه في الانمي في الحلقة اللي انا شفتها. كده خلصت السكتش خالص. نجمع بقى كل الكلام ده في جروب عشان ما نتوهش. اقلل الاوباسيتي بتاعت الجروب ده وابدا بقى في اللاين ارت. هستخدم برش سمكها يكون زيادة شوية عن البراش اللي بستخدمها، هي نفس البراش اللي استخدمتها في السكتش، بس يعني بضغط على القلم شوية علشان يدي سمك، وبرضو بكبر حجم البراش شوية. الدقن في الريفرنس ما كانتش عجباني قوي، يعني حسها مثلثة بزيادة يعني. خليت الدقن باين فيها الجو لاين اكتر، فخليت الدقن يعني مش مثلثة، مربعة شوية. بعد كده هرسم الرقبة والتفاصيل بتاعتها، العروق.
زي ما قلت لكم في السكتش، الهودي اللي كان في الريفرنس الاول ما كانش عاجبني قوي، فهغيره بالجاكيت ده. هظبطها بالليكوفاي. الليكوفاي دول انا شايفه ان هي بتبقى مناسبه قوي ان انت ممكن تعمل بيها تعديلات. انا شايفه ان هي بتبقى مناسبه قوي انها تظبط الحاجه اللي انت رسمتها من غير ما تضحي بان انت عرفت تظبطها من اول مره مثلا. هبدأ هنا اقص الجزء اللي انا مش محتاجاه، يعني انا مش هرسم زي ما قلت الجسم كله، هرسم بس الجزء اللي فوق بس، يعني من الكتاف وتحت الكتاف بشوية بس. لو حابين نتكلم اكتر عن الفوتوشوب وازاي بستخدمه في الرسم وازاي تظبط اللايرز بتاعتك وايه التولز اللي بتحتاجها في الرسم، اكتبولي في الكومنتات وهعمل فيديو كامل عن الفوتوشوب وازاي الرسامين بيستخدموه في الرسم. هنا هبدأ بقى في الشعر، همشي على نفس الخط الخارجي اللي انا كنت عاملاه، وهعمل هنا زي مثلث صغير كده اللي هو بقسم فيه من النقطة اللي هو الشعر بيتقسم فيها. بس كده انا كده عملت الجزء الخارجي كله. لما باجي ارسم الشعر بحب ارسمه طبقات، يعني ما بحبش ارسمه اللي هو زي ما بيظهر في الانمي، زي الصورة هنا مفيش الجزء اللي في النص ده فاضي، يعني هو القصة باينة واطراف الشعر باينة، لكن لما بتيجي بقى تلون بتلاقي ان انت عندك مساحة جوه في الشعر فاضية. الشعرية دي فيها مشكلة، مش عارفة اظبطها، يعني طالعة شكلها غريب. فخليني اشوف كده هعمل ايه. هخليها طبقة لوحدها كده زي ما تكون مثلا ده الشعر من فوق، وبرضو هخرجها من نفس القسمة بتاعت الشعر. انا عارفة كده الشعر طبقاته ماشية ازاي. شايفين الدنيا جوه واضحة اكتر دلوقتي، انت كده شايف الشعر خارج منين. اللي بالاحمر ده كأن كل خصلة لوحدها. هعمل نفس الكلام في القصة، وهخلي القصة زي ما تكون طبقات فوق بعض. هرسم بقى الملامح، هرسم الحواجب بس هخليها نازلة لتحت شوية عشان تدي شكل كول. بقلب الرسمة وبعد كده هرسم الحاجب التاني. محدد الجو لاين اكتر، عايزاه يبقى متحدد اكتر، استخدم الليكوفاي. تمام كده. نيجي بقى للعين. العين في الصورة حاساه شكله في الصورة كيوت قوي، وهو جامد، فاهمين؟ يعني انا عايزة اخليه شكله جامد، مش عايزاه شكله يبقى كيوت. فهنا رسمت اللي هو التانية بتاعت الجفن، ولازم تاخد بالك من المسافة اللي ما بين العين والودن، لازم يكون في زي مسافة صغيرة كده عشان ما تلزقش العين في الودن بيبقى شكله غريب. فدايما نعمل اعتبار للمسافة الصغيرة دي. تقريبا انتباهي تشتت هنا ورجعت العب في الشعر تاني. بس هنا كنت بظبط الجزء اللي هيبقى متظلل، يعني شايفين بعمل خطوط كده صغيرة عشان لما اجي الون ابقى عارفة ان الجزء ده لازم هيبقى بلون اغمق شوية. هنا بقى تركيزي رجع وهبدأ ارسم العين. اخلي الجفن او مش الجفن، الرمش العلوي سميك شوية كده. ارسم النني. انا مش عارفه انتوا واخدين بالكم ولا لا، بس انا وانا برسم دايما بقلب الزاويه بتاعه البرش. عارفين لما تيجي ترسموا بقلم سنون او قلم رصاص عادي، بتلاقي دايما ان انت وانت بترسم ففي جزء من القلم بينعم قوي، فبيبقى ناعم قوي، تيجي تقلب السن للجزء الشارب او الحاد فيه عشان الخط يبقى خشن شويه. نفس الفيتشر دي موجوده في البرشات في الفوتوشوب، او يعني برشات الديجيتال عموما، ان انت ممكن تستخدم البرش بزاويه معينه بحيث انه يطلع خط شارب او خط ناعم، خط تخين او خط رفيع. كده خلصت العين، بفكر اخدها كوبي بيست. لا اكيد مش هنعمل كده.
طيب هرسم العين التانية، احاول اظبطها تبقى زي العين اللي في الاول. لو الخطوة دي صعبة عليك ان انت ترسم العين التانية، اقلب الرسمة وارسم العين، هتلاقيها اسهل كتير يعني. بس انا قررت استخدم الطريقة الصعبة عشان لو حد مش حابب يقلب الرسمة وعايز يتعلم ازاي يرسمها يعني يرسم العين لوحدها، فيقدر يتعلمها من الفيديو هنا. طبعا انا بعمل تعديلات بالليكوفاي. هنا في الليكوفاي انا قدامي العينين بس، فبقدر اشوف شكل العين لوحدها منفصلة عن باقي الرسم. هغير النني اخليه ناحية اليمين شوية، حركه كده بس بالترانسفورم تول، لان بصراحة مكسلة ارسمه من اول وجديد. بس كده انا يعتبر خلصت. نظبط بس الرقبة هنا. عايزة اخلي الجو لاين شارب شوية. هنا بقى بعمل الخطوة اللي هي السكتش اللي براجع بيه، ده جايد كده سريع بحطه على الريفرنس، ده الشكل اللي المفروض يكون عليه الرسمة بتاعتي. فانا بعمل نفس الشكل او نفس الجايد تاني على رسمتي واشوف. حاسه ان الصورة بصل تحت سنة شوية، بس رسمتي انا مش قوي، فانا هظبطها كده بالترانسفورم. ظبطت الجاكيت العجيب ده، حاسه اني هندم على الجاكيت ده وهيكون احسن ان ارسم الهودي، بس انا كنت عايزه ارسمه زي ما كان موجود في الانمي كده. تمام. حط الحته اللي هي بتبقى فوق الشفايف دي. هنا بقى خطوط بسيطه كده بعملها بالقلم بس ما بتكش قوي. بحدد الاماكن اللي هتكون فيها التظليل، يعني شايفين في الصوره في تظليل كتير على الرقبه، واعمل خطوط كده خفيفه اخد بالي منها لما اجي الون. نسمي بقى اللاير كل حاجه باسمها. هتلاقوا ان انا بسمي كل جزء، يعني زي ما قلت لكم ان انا برسم كل حاجه في لاير لوحدها. طبعا هنا يعني الدنيا نظيفه جدا، انا لما باجي ارسم ما بهتمش بالتسميه ولا بالحاجات دي، بس انا قلت اعملها للفيديو عشان يعني احسن تتعلموا موضوع ان انتوا تظبطوا الدنيا ليكوا في الفوتوشوب. يعني اتعلموا من الموضوع ده عشان انا وقعت فيه كتير، ودايما الدنيا كانت بتبقى مبهدله وبيبقى فيه لايرز اصلا في وسط الرسمه فاضيه ومعرفش انا حطيتها ليه. بس كده ده الجزء الاول، خلصنا فيه السكتش واللاين ارت. وان شاء الله هعمل جزء تاني اتكلم فيه بقى عن التلوين. فكرت اعمله هنا في نفس الفيديو، بس بصراحه حسيت التلوين كده عايزين نتكلم فيه برواقه. الفيديو الجاي هنلون فيه الرسمة دي، فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا نوتيفيكيشن اني نزلت الفيديو. ولو عجبكم الفيديو حطوا لايك واكتبوا لي كومنت قولوا لي ايه رأيكم في الرسمة، واذا كنتوا بتتابعوا سولو ليفلينج ولا لا. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي. نسيت اسيف.